يحكيوا على والي كان في اسكندرية في قديم الزمان، يقولوا له حسام الدين. ليلة هو ساهر في السرايا ودايرين بيه الأكابر والأعيان متاع البلاد والشعراء والمضحكين والخرافين. ودخل الحاجب قال: يا سيدي ثم واحد شكائي. قال: شنو؟ توا جاي يشكي في الليل ما ينجمش تن الغدوة؟ قال له: يا سيدي هذا راهو جاري بلاد ويتبلحط في القاعة. قال: تعريت. قال: جيبوا. دخلوا الحاجب. هاك الراجل وجهه أصفر كانه خرج من القبر، عينيه مزعزع حمر كيف قطع النار. شبيك؟ قال له: يا ولدي. قال له: يا سيدي أنا جيت اليوم برك لبلادكم السعيدة، أنا من القاهرة وصلت الإسكندرية عند المغرب، نزلت في الفندق الفلاني، تعشيت ورقدت، فقت قلبي ما قال لي خير، جيت نتفقد في الحوايج متاعي، عندي كيس فيه 1000 دينار جايبهم باش نتاجر بيهم هوني، لقيت تسرق لي. يا سيدي تعرى رويسي، يا سيدي يا سيدي. قال: جيبوا لي المقدم. المقدم في ذاك الوقت هذاك كان كما نقولوا اليوم الكوميسار. جاسي المقدم قال له: الناس الكل اللي في الفندق الفلاني هز بيتهم الليله في الحبس، كيف مولى الفندق، كيف الصناع متاعه، كيف الكراي، هزهم الكل وسكر الفندق. وانت قال له: يا ولدي اجا غدوه. ومشى كل حد على نفسه. من غدوك على الصباح خرج الوالي لبيت الديوان وقف الحاجب. قال: سيدي حاضر يا شكاية. قالوا: استنى الساعة، جيب لي هاك الجماعة متاع البارح، هاك اللي تسرق له الكيس وهاك الجماعة اللي في الفندق. مشاو للحبس جابوهم كل وتصفوا قدام الوالي، وجامونا الفلوس وقف. قال: ايه اشكون نسرق فلوس الغريب هذا؟ قاموا الكل يتعايتوا، هذا يقول مظلوم وهذا يقول بريء وهذا يقول باطل. قال: هبطوا الكل الفلقة والعصا حتى يقر اللي سرق الكيس تاع راجل. مشاو الحجاب يجريوا باش يجيبوا المعون، واذا به راجل جاي من تالي شق الناس وجاء في الصف الاول وقف. قال: يا سيدي هذوما الكل راهم مظلومين، انا مولا العمله، هاو الكيس تاع راجل. وجبده من تحته ورماه قدامه. قال الوالي: هذا الكيس متاعك يا ولدي؟ قالوا: هذا رزيق يا سيدي. قالوا: كيفاش سبته عندك الكيس هذا؟ قالوا: يا سيدي انا حشاك سارق، لكن مانيش من هاك السراق المرامديه، عمري ما سرقت دجاجه ولا حوايج صابون من شريطه، ما نسرق الا سرقه 2 في العام ما يكفيني مصروفي متاع العام الكل. ما نحب الا السرقه المليحه نظيفه، فن وصيبعات وفكر، ونتبع السرقه من بلاد لبلاد زاده ونصبر لها حتى بالشهر وشهرين وثلاثه. اما المره هذه هاو ربي قصر التعب. كيفاش؟ قالوا: اليوم جمعه كنت في القاهره في سوق الصرفيه، شفت هالسيد هذايا قعد قدام واحد صرافي وجبد خرج وصبوا قدامه فلوس فضة ونحاس، وبداو هو والصرافي يحسبوا ويرصفوا قدامه فوق الطويلة الصغيرة اللي قدام الصرافي، وصرفهم له الويزات كرتوشات، حطهم في كيس ورمى الكيس في الخرج متاعه ومشى. تبعت جرته، قل لك الحق، من زنقة لزنقة، من نهج لنهج، من سوق لسوق، وانا لاصقه كيف ظله نتصدله في الضربة. يا اخي سافر من القاهرة، سافرت معاه، وين يركب نركب معاه،
البلاد اللي ينزل فيها ننزل فيها معاه. وثنية الكل وانا نتحايل عليه ولا قدرت عليه، حتى وصلنا لبلاد كالسعيدة. بديت نتبع فيه كيف العادة. دخل لها الفندق، دخلت في جرته، كرينا فرد بقعة وقعدت باقي الراست فيه. كل حد تعشى نفسه، سهرنا شوية، هيا جاه النوم وبدا يثاوب وتمد القد. بديت نسمع في الشخير متاعه، وليت ارقدت انا وبديت نقرب له بشويه بشويه حتى لصقته، وجبت السكين قصيت له الخرج وجبتها الكيس هذا هك، وطبس ومد يده. هو ما قلنا رمى الكيس في القاعه ما بين الراجل والوالي، والراجل اللي يخزر كاشخ ما هز الكيس بتاعه، والاخر طبس ومد يده للكيس ويهز فيه ويتكلم ويحكي، وكل حد يتبع في الهدرة، وكل حد يعتقد اللي هو يوري فيهم كيفاش هزوا من الخرج. وبدا يتكلم ويوخر ويتحدث وعامل أشلة، وبقي يوخر ويوخر حتى خرج من الباب بالتوالي حتى بعد. وقتها تسيب يجري، ثم بحيرة ترمى فيها وبدا يعوم. صاح الوالي جيبوه عندي حد أقلتوا عليه. تسيبوا في جرته هاك الأعوان، لكن ما نزوا حوايجهم وترماو في الماء إلا ما هو خرج من الجهة الأخرى وعطى على سقيه. اسكندرية زناقيها ياسر، وزنقة تنفذ الزنقة، دخل من هذه خرج من الأخرى، غاب على انظار أرض كانت مبلعة. ومولا الكيس كيف الراجل هرب خلط حتى هو في جرته مع الناس، لكن كيف وصل للماء وقف، يمكن خايف لا تبلك لاسطو. كيف قطعوا الياس من هاك السارق وتيقنوا اللي هو معاش متوجد، رجعوا للوالي قالوا هرب يا سيدي. قالوا عنديش باش نعمل لك، انا ايش تحبني نعمل لك؟ اغريمك هاك عرفته ورد لك رزقك وما هزيتوش. توا ها هو كهرب ولو خرج من البلاد برا مش تبعه اذا كنت تحب.